أنا أم زيك وباعاني في أيام الدراسة من المسؤولية، باجري ورا نفسي، عايزة أخلّص حاجات كتير، بابقى مش ملاحقة أعمل إيه والّا إيه. يا أهلًا وسهلًا، إزيكم؟ أنا مروة، دي قناتي كوباية قهوة مع ميرو. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. ويالّا بينا ندخل على الفيديو على طول. أنا جاية أوعّيكِ وأفهّمِك وأقول لِك، في حاجات أيام الدراسة اعمليها، لو عايزة ترتاحي، مش عايزة تتعبي وما تلفيش حوالين نفسِك طول اليوم، أنا جاية لِك بالخلاصة هتفرق معاكِ طول السنة الدراسية. كل النصايح مرتبطة ببعضها، ممكن تاخدي جزء من الفيديو وتسيبي حاجات في الفيديو أهم من اللي أنتِ سمعتيها في الأول. عايزاكِ تتابعي الفيديو للنهاية علشان في الآخر تفهمي اللي أنا أقصده من الفيديو ده إيه. واللي انا عايزاكي توصلي له ايه عشان في النهايه انت ترتاحي. اكتر حاجه بنخاف منها هي الوقت اللي داخلين فيه على المدارس. بنحط ايدينا على قلبنا من المسؤوليه، من المذاكره، دروس طول اليوم، مدرسه، اكل، شرب، ترويق. خففي عليكي شويه مسؤولياتك او خففي على نفسك التعب، وخصوصا لو انت ام عندك عيل واثنين وثلاثه واربعه. هتعملي ايه؟ الضغط عليكي بيزيد، وقتك بيبقى ضيق. اللي عندها 3 و4 بجد بيبقى ربنا معاها، بيبقى حملها تقيل من كل حاجة. مع بداية الدراسة عايزاكي تمشي بآية كده في حياتك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا عايزاكي تبقي متأكدة أي حمل بيترمى عليكي أو أي حمل أنت بتشيليه في الحياة، ربنا عارف إن أنت قده، وربنا عارف إنك هتسدي. فما تخافيش، مهما اليوم كان صعب ربنا هيهونها، وربنا هيقف معاكي. ربنا عالم بيكي وعالم بتعبك وعالم ان اليوم ضيق وعالم ان انت وراكي حاجات كتير عايزه تخلصي منها، فربنا هيقف معاكي. فمش عايزاكي تخافي، ادخلي العام الدراسي وانت هاديه. انا عايزاكي اول ما الدراسه تبتدي تسهلي عليكي الحياه، ما تصعبيهاش. انا دلوقتي نزلت ولادي المدرسه، سواء نزلت وديتهم، سواء هم بينزلوا، سواء باباهم بيوديهم، المهم ولادي نزلوا دلوقتي المدرسه الصبح. وانا قاعده في البيت او انا رجعت مثلا ادخل انام، اقول لك لا بلاش تدخلي تنامي، ادخل ابص على المطبخ بتاعي. المطبخ بتاعي في حاجه محتاجه تتعمل، اخلصها مش هتاخد مني 10 دقائق. ولادي فين؟ في المدرسه. افتح لي كده حاجه اسمعها وانا شغاله في المطبخ العشر دقائق دول، اخلص الكوبايتين والطبقين اللي عندي في الحوض. خلصي مطبخك الصبح، خليه قشطه علشان لما تيجي توقفي فيه يبقى لك نفس توقفي فيه. تعرفي تعملي لك سندوتش وانت رايقه، تعرفي تعملي كوبايه القهوه بتاعتك وانت رايقه، تاخدي كوبايه الشاي كده وتقعدي في البلكونه. طول ما ثبت الغسيل مليان غسيل وطول ما المطبخ مكركب احنا مش مرتاحين. فانا عايزاكي تعملي ايه؟ عايزاكي تخلصي من المطبخ اول باول. عندي طبقين في الحوض، بدل ما اسيبهم يجيبوا عليهم طبقين، لا انا اخلص منهم. عندي مثلا البوتاجاز بتاعي مش نظيف، اقف اعمل البوتاجاز كده بسلكه ناعمه على طول وامسح بوتاجازي اخليه الفل. كده انا ارتحت من المطبخ. ساعه ما اجي اطبخ بقى لقمتي او اعمل لهم الغدا، نفسي هتبقى مفتوحه اقف في المطبخ بتاعي. لكن كركبه على كركبه، مواعين على مواعين، انت كده مش مسهله الدنيا عليك. خلصنا من المطبخ الصبح، ندخل ننام بقى شويه. ادخلي بقى نامي لك ساعتين ثلاثه كده عشان يفوقوكي طول اليوم، لان انت عندك مجهود شاق طول اليوم هتعمليه. لو انت من الستات اللي بتنام بدري وبتقوم الصبح ما بيجيلهاش نوم تاني، عايزه اقول لك انت من المحظوظين. انت هتبقي احسن مني انا شخصيا درجه، لان في الوقت ده انت هتعملي كل حاجه. لكن انا عن نفسي كمروه، انا بصراحه ما اقدرش انزل ولادي المدرسه وافضل قاعده طول اليوم لغايه ما انام بالليل. انا ما بعرفش، انا لازم اريح شويه بعد ما بنزلهم المدرسه. وانت بقى من الستات اللي ما بيجيلهاش نوم، هتعملي حاجات كتير وراكي وهتنجزي. ده انت منها هتنشري، منها هتشغلي دورة غسيل، منها لو عندك مواعين هتخلصيها، ممكن كمان تعملي الاكل بدري وده احسن لك. كل ده هيبقى في صالحك انت، وكل ده هيريحك انت في النهايه. تعملي وقت ليكي تقولي اذكار فيه، عايزه تقعدي مع نفسك تعملي ورد. كل ده وولادك في المدرسه، خديها فرصه، انتهز الفرصه دي وهم في المدرسه. على قد ما ايام المدرسه صعبه، وعلى قد ما ايام المدرسه احنا بنهلك مع اولادنا، بس عايزه اقول لك ان في متعه خفيه انت مش فاهماها ولادك في المدرسه. ربنا بيسيبك مع نفسك، بيقول لك انت حابه تعملي ايه. ربنا بيقول لك بقى اتنفسي شويه. ولادي في المدرسه اخد وقت لنفسي. هتقولي لي طب ما انا عندي شغل في البيت هقوم اعمله. طب ما هو ده من الواجبات. طب مين هيجي يعمل لك الشغل ده؟ ما ده بيتك ودي حياتك. بس تقدري وانت بتروقي البيت تبقي مستمتعه، عندك حاجات كتير تستمتعي بيها في اليوم وولادك في المدرسه.
فرصتك ومتنفسك، وانا بقول لك اهو وهم في المدرسه. لو انت بتعرفي تفطري الصبح بدري افطري، سواء هتريحي شويه سواء هتكملي اليوم مفيش مشكله. ما بتعرفيش تفطري في التوقيت ده وبتنامي لك شويه وتقومي تحضري فطار، قومي حضري فطار ليكي وافطري كويس، لان يومك طويل وانت محتاجه طاقه. ولو في فيتامينات بتاخديها اوصيكي باخدي فيتاميناتك، لان الحمل بيبقى تقيل علينا، احنا محتاجين قوه، محتاجين نقف على رجلين. لو انت مهمله في الفيتامينات في الصيف، في الشتاء خديها، انت محتاجاها. ليكي علاجات برضو خديها. وفطرتي وعملتي قهوتك والدنيا تمام، قومي اعملي غدا لاولادك. هتيجي تقولي لي هو لازم يعني غدا، ما هم في المدرسه وهيجوا يقعدوا شويه وينزلوا دروس. اقول لك اوعي، لقمه الغدا دي هي اللي بتسندهم، لقمه الغدا دي هي اللقمه الاساسيه اللي بتفرق معاهم طول اليوم. لو هتعملي حله شوربه عدس اسمها غدا، لو هتحمصي شويه عيش في الفرن وهتلميهم بعد لما يجوا من المدرسه ياكلوا لقمه تسندهم، هو دوت اللي احسن لهم. ما تهمليش في اكل ولادك. لو حتى مواعيدهم ما بتسمحش ان هم ياكلوا في التوقيت ده مثلا من بعد المدرسه، انا عين لهم الغدا بتاعهم لما يجوا من الدروس. ده الوجبه الاساسيه عندهم في الشتاء، هي الغدوه، هي الغدا بتاعهم. فاعملي غدا لاولادك. هتطلع دلوقتي واحده في التعليقات تقول لي انا يا مروه ما بحبش اطبخ كل يوم، انا ما اقدرش اعمل لهم اكل كل يوم في الشتاء لان انا بتعب وطول اليوم بذاكر لهم وطول اليوم بعمل واجبات. هقول لك اعملي الغدا على يومين. لو انا مثلا بعمل صينيه بطاطس باللحمه، ازود البطاطس شويه عشان اخليها لتاني يوم يتغدوا بيها، ازود الرز شويه علشان تاني يوم اطلعها اسخنها ونتغدى. اعملي الاكل باليومين، اعملي الاكل بالثلاث ايام، اللي يريحك اعمليه، بس وجبه الغداء هي الوجبه الاساسيه اللي بتسند ولادنا طول اليوم. اكتر حاجه ممكن تكوني بتعمليها وبجد هي اللي بتتعبك وهي اللي بتاخد وقتك، هو انك تكوني بتسوفي او بتكسلي او بتاجلي. عندك شويه مثلا غسيل في السبت، حاسه ان هم مش كتار، حاسه ان هم مش مستاهلين ان انا اشغل عليهم دوره غسيل، فتقومي ركناهم. مفيش كام ساعه تلاقي السبت ده بقى كده، تضربي كف على كف تقولي يا ريتني غسلتهم. انا عايزاكي لو عندك شويه غسيل صغيرين خديهم في الحمام ونقعيهم، سيبيهم منقوعين شويه وشطفي وروحي انشريهم. لا انت ضامنه جو الشتاء ولا انت ضامنه اولادك عايزين اللبس دوت ولا لا، فخليكي في الامان واغسلي اول باول. في غسيل زي العبايات وزي الطرح ما بتاخدش مسحوق كتير وما بتاخدش دوره كتير في الغساله. وفي غسيل بيبقى شديد الاتساخ، لازم تشغلي عليه ميه فتره شويه او ميه سخنه وتزودي له المسحوق. انت بنفسك بتقيمي غسيلك، لكن عايزه اقول لك ما تكوميش غسيل وما تركنيش غسيل. الغسيل اللي انت شايفاه قليل دلوقتي بعد نص ساعه بعد ساعتين بعد ثلاثه هيبقى السمك مليان على اخره ومش هتلحقي غسيل. برضه ينطبق على ايه؟ عندي شويه غسيل عايزين يتطبقوا، بدل ما اسيبهم مرميين والغسيل هيجيب غسيل هيجيب غسيل وبعد كده اقول ده انا عشان اقعد اطبق ده فيهم ساعتين ثلاثه، اقول لك طبقي غسيلك اول باول. الغسيل اول ما ينشف شيلي الغسيل من على المنشر واقعدي كده على كنبه الانتريه بتاعتك او في الاوضه بتاعتك وابتدي طبقي. طول ما الغسيل عندك بيتطبق اول باول انت هتبقي مرتاحه. وبرده الكلام ده ينطبق على ايه؟ لو انا مثلا اتغديت واولادي اتغدوا، اشيل الطبقين اللي اولادي اكلوا فيهم، بدل ما احطهم في الحوض اقف على طول اغسلهم، اخفف على نفسي بدل ما تكومي مواعين على مواعين. امتى بقى اقول لك سيبي المواعين تتكوم شويه؟ لو عندك غساله اطباق، لو ربنا رزقك بغساله اطباق سيبي المواعين تتجمع شويه عشان تعرفي تملي الغساله وتشغليها، لان حرام تشغلي الغساله بتاعه الاطباق على دوره مواعين صغيره او على طبقين ثلاثه، يبقى حرام، لان كهرباء بزياده، المسحوق بتاعها غالي، بتاخد زيت بتاخد ملح، حرام. احنا علشان نشغل غساله الاطباق بنكون مالينها لفوق مواعين، فخلي بالك من الحته دي برضو. ادخلك على ثالث حاجه ودي الخلاصه، دي بقى الزبده بتاعت موضوع ايام الدراسه. اول اولويه ايام الدراسه عبادتي، ما خليش الدراسه تاخدني عن ذكر ربنا وعن الصلاه وعن الصدقه وعن صله الرحم على قد ما تقدري، وخلي عبادتك رقم واحد. تاني حاجه ولادي، اهتمامي بولادي ايام الدراسه رقم اتنين دايما، ما اهملش في واجبات ولادي ودروسهم. اولوياتي اللي انا بقولها لك دي اللي هتمشي بيها طول السنه، ما عنديش اهم من الحاجات دي. اي حاجه تيجي ورا الحاجات دي تيجي رقم ستة رقم سبعة. الاولويات ايه؟ ولادي، اكلهم، مذاكرتهم، لبسهم، بعد كده اي حاجه تانية. ممكن تكون انت بتنزلي مثلا ولادك المدرسه وبيبقى عندك وقت فاضي او وقت فراغ فبتحبي تمليه، فتيجي تملي وقت الفراغ بدل ما تمليه صح بتمليه غلط. انا مروه عملت اكل ولادي،
انا مروه نظفت بيتي، انا خلصت اللي ورايا، ما عادش ورايا حاجه غير ان انا فاضيه. فاستغل الوقت ده في ايه؟ اخبط على جاره اروح اقعد عندها. الوقت اللي هتقعدي فيه مع جارتك انت تقدري تعملي فيه حاجات مفيده قوي وانت مش اخده بالك. زي ايه؟ زي ان انا احفظ قران وانا قاعده. انا اعرف لوحدي احفظ قران، اعمل ورد واقعد مع ربنا اغلب الوقت اللي انا فاضيه فيه، لان احنا مقصرين. عندك وقت فاضي امليه، امليه في ميزان حسناتك. اروح اقعد مع جارتي اعمل ايه؟ نجيب سيره دي وسيره دي. طب ما انت خدتي ذنوب، بدل ما تاخدي ذنوب املي الجانب ده جانب ايجابي. املي الجانب ده جانب ينفعك في الاخره. اقعدي اذكري ربنا، اعملي لك ورد، سبحي ربنا، اسمعي حاجه تفيدك وتطور من شخصيتك وتنميها. الحاجات بقى الكارثيه التليفونات، وقت فراغ بتمليه بايه؟ بالمكالمات. اتصل بدي واتصل بدي واتصل بدي، واقعد ارغي مع دي شويه، ارغي مع دي ساعه، ارغي مع دي نص ساعه. ضيعت الوقت منك اللي كنت ممكن ترتبي دولابك فيه بشكل كويس، تقومي تبخري بيتك، تقومي لو في حاجه في المطبخ حاساها مش مترتبه حلو اشيلها وامسحها كده في الهدوء وارتبها واشغل حاجه جنبي اسمعها عشان الوقت يجري. عايزاكي تحفظي الكلمه دي. احنا حساباتنا غلط. ان انت ممكن تعدي الظهر، تعدي العصر، تعدي المغرب، تضمي العصر مع المغرب وتصليهم علشان كنت في دروس او عشان قاعده بتعملي واجب، سايبه الاساس اللي قادر ينقل ولادك نقله كبيره ويوفقهم وينجحهم، وناهيه قلبك ومضيعه وقتك في الحاجات اللي مش مضمونه. من الحته دي هي الحته المضمونه، هو ان انا اراعي ربنا، هو ان انا ادي حق ربنا، هو ان انا اقوم بصلاتي في ميعادها، هو ان اذكر ربنا دايما. دي اللي تضمن نجاحهم، ودي اللي تضمن ان حياتهم يبقى فيها توفيق. احنا اهالينا ما كانوش متعلمين، اهالينا كانوا عايشين على الفطره، بس طلعوا مهندسين وطلعوا دكاتره، طلعوا ناس قمه في الاحترام، لان كان اساس حياتهم العبادات. تقول لك العصر اذن، تحط الخمار عليها تجري عشان تصلي العصر. ناس عايشين على الفطره. لكن انت ممكن تكوني عماله تذاكري، عماله تجري وراهم في الدروس من هنا لهنا، ناهيه قلبك في الشرح، ناهيه نفسك في المصاريف معاهم، وسايبه الجانب الاهم هي صلاتك. بالصلاة بتاعتك ودعاكي ليهم ركعة، هي دي المخرج من كل حاجة. لو ربنا راضى عنك هيسر لك كل صعب. اوعي تنسي جانب العبادات ولا جانب الصدقة ولا جانب الدعاء. الجوانب اللي انت بتنسيها ايام الدراسة دي هي الاساس لنجاحهم في الحياة. لو انت نازلة تودي بنتك درس والعصر اذن، جنبيكي مسجد، ادخلي صلي العصر. ما تنسيش فرض ربنا لو عايزة اولادك ينجحوا في حياتهم. ندخل على خامس حاجة اللي تقريبا ما عادتش عندنا أو قلت، هي الصبر. احنا صبرنا قل. أحلى حاجة ممكن تقدميها لولادك ولنفسك أيام الدراسة هي الصبر. لو انت من الناس اللي ما عندهاش صبر هتتعبي تعب فوق ما أنا أوصف لك أيام الدراسة. لو اتحلتي بالصبر أيام الدراسة تأكدي إن المركب اللي انتوا فيه هيوصل لبر الأمان. لو انت من الناس اللي مش شاطرة في الصبر او بتحسي انك مش صبوره، اتعلميه، لان الاختبار الحقيقي لصبرك هيبقى ايام الدراسه. عايزه صبر لو ابنك تعب، لان ابنك لما هيتعب مش هيخف بكره، هيقعد له كام يوم. لو انت مش صبوره هتبقي بتاخديه بقى وبتلفي بيه عند كل دكتور شويه ومصاريف، لان عايز ابنك يخف حالا. انت مش صبوره هتتعبي ونفسيتك هتتعب. صبر ايام الدراسه وانا بعمل لبنتي الواجب. لو انا مش صبوره، لو انا مش هاديه، لو انا مش رايقه، لو انا مش مطوله بالي، هتعملي الواجب مع بنتك ازاي؟ انت عارفه الحاجه الوحيده اللي تدخل الجنه من غير حساب ايه؟ هي الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني انت تكوني ضامنه كده الجنه لو انت صبرتي. انا اكتر حد عرفت منه معنى كلمة صبر هي ماما. ماما تعبت في حياتها وكنت الاقيها واقفة قادرة تكمل، صبرة، محتسبة، بتقول الحمد لله، رحمة الله عليها. اي حد تابع الفيديو معايا لغاية هنا ما تنسوش ماما بالرحمة، ادعوا ماما بالرحمة الواسعة. ان الام اللي بتصبر على ولادها في مرحلة التعليم هي الام اللي كسبانة. كسبانة ايه؟ ما اقصدش هنا كسبانة ان ولادها يطلعوا شاطرين وان هم هينجحوا، كسبانة نفسها. انت لما بتصبري على حد انت بتكافئي نفسك، انت بتهدي نفسك. احسن ما تزعقي زعيقه تحسي بعدها ان جسمك بيفور وجسمك بيغلي وصدعتي وعيتي بعدها. طول ما انت صبوره كل صعب بيهون.
وهنا أكون خلّصت، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، سيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. يالّا سلام.